صباح الخير. إن شاء الله يا ربي الكل بخير وصحة وسلامة وراحة بال. ما دام بدينا بالعطلة فعندنا هواي شغلات نسويها بالبيت، شكو عندنا متعطل لازم نكمله، لازم تفرحون عائلتكم بشغلات أو تعوضوهم. إنه إحنا شوية كنا منشغلين عنهم بالدوام، فإن شاء الله منا وهيج دائما نسوي أنا وياكم أكلات ووصفات جديدة. ما مشترك بقناتي إن شاء الله يشترك، ويا ريت تفعلون الجرس وإعجاب للفيديو حتى أقدم لكم كل شي جديد. اليوم راح نبدي وياكم بوصفتين للطرشي، وحدة ما شاء الله أطيب من الثانية. طبعا أنا أغيب وأرجع لكم بطرشي، بس ما يخالف تحملوني شوية دوام وظروف وهيك شوية تأخر عليكم بالنشر، بس أنا وعدكم إنه كل واحد يجرب الطرشي هذا يومكم صدقوني حيطلب منكم طريقته على ضمانتي. وإن شاء الله راح نبدي بالوصفات اليوم أنا وياكم سوية، وهي فرصة يا هم تخلون الأطفال أو العائلة تشتغل وياكم. يعني حلو، أنا أحب أشغل العائلة وياي، خصوصا بنات أخوي أو بنات أختي. فراح نبدي اليوم بأول وصفة اللي هو الطرشي المشكل اللي كلش طيب وبأسهل الطرق وبشغلات كلش بسيطة. أهم شيء إنه هو اقتصادي. أنا دائما في فيديوهاتي أراعي الناس ذوي الدخل المحدود. فراح نبدي بأول وصفة ونقول بسم الله. هنا أنا استخدمت راس قرنابيط، قطعته وسلقته تقريبا 3 دقائق بالمي. استخدمت الجزر اللي خللته وياكم قبل 3 أشهر، واستخدمت هذا الخيار اللي هم خللته قبل 3 أشهر وياكم. فهاي المواد اللي راح استخدمها. اول شي صفيت الجزر، بس مجرد صفيته من المي. والخيار الكبيرة قطعتها، والخيارة الصغيرة أنا راح أبقيها هيك مثل ما هي تنطي شكل حلو للطرشي. هذا الخيار شوفوا صار له 3 أشهر ما شاء الله يخبل. عندي هنا علبة، تقدرون تستخدمون أي علبة زجاجية، علبة بلاستيك مثل هاي. أنا أستخدم علبة بلاستيك، ولا تصدقون إنه علبة بلاستيك راح يتلف بيها الطرشي، لا بالعكس، قضينا حياتنا نسوي بعلبة بلاستيك طبيعي. راح أرتب الخضار يعني طبقة فوق طبقة، تقدرون ترتبون مثل ما أنتوا تحبوا. هنا راح نعطيكم معلومة على الطرشي. إذا تردون الطرشي سريع وتاكلوه بيومين، استخدموا المي المغلي اللي هو احنا نفور مي ونضيف عليه مي حار رأسا، لأن هذا يسرع عملية إنه الخضار تستوي. وإذا تردون مثلا تخلوه شهر شهرين لحد 6 أشهر وياكم، عادي استخدموا مي بارد طبيعي جدا، كل شي ما عليه. وراح أنطيكم بالأخير السر اللي هو يبقى لا يعفن ولا يتلف ولا يصير بيشي، بس تابعوني للأخير. هسه هنا أنا رتبت كل المواد. حبيت أخلي فوق شرائح مال الليمون، يعني تنطي طعم طيب، والليمون كلش طيب بالطرشي. إن شاء الله المرة الجاية أسوي لكم مخلل الليمون. هسه عندنا التتبيلة اللي كلش تخبل واللي راح تنبهرون بيها. عندنا هذا مخلل شرائح المانجو، يبيعوه بالسوق، والله ما أعرف إيش قد سعره، 1000 ونص، ما أعرف بيش صراحة، بس هو رخيص مو غالي. حاول أفتحه إذا قدرت يعني. عندي هنا كوب خل أبيض. أنا دائما أستخدم الخل الأبيض بوصفات الطرشي، ما أستخدم لا الخل البيتي ولا أستخدم خل البدوي. هذين الاثنين أنا ما أحبهن وأحس طعمهن ما طيب. أفرغ المحتويات كلها. هنا أنا راح أستخدم ملعقة كبيرة ملح خشن، ملح ناعم عادي، أو ملعقة ممسوحة شكر أو سكر. السكر يحافظ على المواد إنه هي تبقى بها هاي القرشة أو القرطة الطيبة. عندنا ملعقة عنبة، ونص ملعقة كمون، وملعقة بهارات طرشي.
بس هاي البهارات اللي راح استخدمها. راح اخلطها بالهاند بلندر. انتو عادي تقدرون تستخدمون الخلاط، تقدرون تخلطوها بالخلاط طبيعي، بس انا للسهولة وللسرعة استخدمت هذا الخلاط اليدوي. بعد ما راح اخلط كل المواد راح اضيفها على الخضار، وهسه راح اكمل الباقي المحلول ويانا. هنا اني استخدم، اذا تردون حموضة قوية كلش تستخدمون نفس المقادير الخل والمي، بس اني ما احب الطرشي الحامض حيل، اني احب الحموضة مالته تكون مو قوية. شايفين انه هذا الطرشي الحموضة مالته تكون طيبة مو قوية كلش بحيث هيجي حامض لاصع، لا انا ما احبه هيك. فاستخدم خل وضعفها مي، يعني اذا استخدمت كوب خل استخدم كوبين مي. هنا اني استخدمت 10 اكواب مي ب3 اكواب خل. ومعلومة، المي اني دائما احكي هاي الطريقة، المي لازم يكون مغلي ومبرد. هاي الشغلة الاولى اللي نحافظ على الطرشي ما يتعفن. هنا الحجية لازم تنطي لمستها، لان ماكو اكلة تكمل بدون لمستها السحرية. قالت خلي فلفل شرحته، مجرد شرحته، وكملي باقي العلبة بالليمون. فهنا الليمون اني سلكته، مجرد خليته بالماء المغلي، بس مجرد تروح المرورة مالته، وسويته شرائح، ذبيت الحب من عنده او البذور ورتبته بهاي الطريقة. ضفت عليه ملعقة كبيرة حبة البركة وملعقة حب كزبرة بدون ما اطحنهم، تنطي طعم طيب للطرشي. وخلص انتهى الطرشي مالتنا. السر الثاني انه تبقون محافظين على الطرشي بدون ما يخرب او يعفن، اللي هو تستخدمون 2 إلى 3 زيت على الوجه. تقدرون تستخدمون زيت الزيتون، تقدرون زيت عادي لا تتقيدون. راح نغلفه بنايلون حتى ما يدخل له اي هواء ونحفظه. عادي تحفظوه برا يومين برا، وبعدها تقدرون تحطوه بالثلاجة إذا راح تفتحوه رأسا تاكلون منه، وإذا ما تاكلون منه أبقوا يعني محتفظين بيه برا ما عليه شي. وهذا طرشينا الأول صار جاهز، وبسم الله ما شاء الله الألوان تخبل، ولو تشتمون الريحة فتشي رهيب. وإذا وصلتوا هنا وياي الفيديو يا ريت تصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واذكروا ذكر هواية، كثروا من الأذكار. احنا بأيام مفترجة، بأيام مستجاب الدعاء بيها. فبعدين راح نعطيكم معلومة عن الذكر شلون تستفادون منه. والنوع الثاني اللي هو كلش أحبه، كانت أمي تسوينا قبل فلفل وتفوره بالخل وكنا ناكله، أتذكر طعمه كان كلش طيب. اليوم أنا حبيت أسويه، بس أسويه بغير طريقة، اللي هو نسويه محشي. راح تشوفون ايش قد طيب، ان شاء الله تجربوه وتشوفوا ايش قد طيب. هنا أنا عندي 2.5 إلى 3 كيلوات فلفل، غسلتهم ونشفتهم كل زين. دائما بهاي الوصفة اختاروا الفلفل اللي يكون حجمه صغير، اللي يكون حجمه كبير يصير بنوع من المرورة مر. راح نسويه مثل طريقة المحشي، انه نفرغ البطن مالته من الحب بهاي الطريقة. ان شاء الله لازمنا شوية مساعدة، فحبيت انه بنت اخويا تيجي تساعدني حتى همات اعلمها على الطبخ. نكمل كل الكمية بهاي الطريقة. معلومة استفاديت منها قبل فترة، أنا كنت دائما أردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واستغفر الله العظيم. بس أنا قبل فترة شفت بنية والله ما ذكر اسمها، كانت تحكي تقول الذكر كل ما تذكرون مثلا سبحان الله رب العالمين يجاوب صدقتي، الحمد لله صدقتي.
فدائما من تختموها لازم تختموها بالدعوة اللي انتو تردوها، مثلا رب اغفر لي، رب ارحمني، ربي ارزقني. دائما استخدموا كلمة ربي هب لي، لأن هبة من رب العالمين. بعد والله أعلم، التزموا بيها وإن شاء الله تتحقق كل أمانيكم بإذن الله تعالى. هنا عندنا الحشوة اللي راح نحشي بيها الفلفل، اللي هي العنصر الأساسي لهانة. تقدرون تستخدمون البيضة، أنا استخدمت الحمرة، جزر برشته، ثوم مقطع، وكرفس. والعنصر اللي يخليه كلش طيب ويخلي طعمه يختلف اللي هو تثرمون ليمونة ثرم ناعم. طبعا الكميات تقديرية، ماكو شي محدد. وهنا أنا خليت نص ملعقة ملح، ونص ملعقة كمون، ونص ملعقة بهارات طرشي، ما أريد أكثر من البهارات، ونص ملعقة عنبة. طعم العنبة كلش طيب، استخدموه بكل أنواع المخللات، حتى لو كنتم ما تسوون مخلل مع العنبة عادي. نخلط هاي المواد كلها سوية، وراح نحشي الفلفل. نحشي الفلفل تحشية عادية بهاي الطريقة. راح نكمل كل الكمية. خليني أدردش وياكم شوية. انتو بديتوا تفرزون رمضان. أنا بالنسبة إلي من النوع اللي ما أحب أفرز قبل شهرين، أو الناس بدت تسوي تفريزات رمضان من الشهر الفات، بس أني ما أحب. يعني تقريبا قبل 10 أيام أحب أسوي تفريزات رمضان. أنا من النوع اللي كلش أحب التفريزات، ومو بس أحبها يعني تنقذني. أنا ما دا أقول لين أنا موظفة، بس هي منقذة بشكل يعني. وتفيدكم إنه رأسا إذا يجيكم أحد أو أنتوا تعبانين أو ما لكم خلق تسوون عشاء أو غدا، عندكم تفريزات هيجي سهلة وحلوة. وإن شاء الله نبدي نفرز أنا وياكم سوية، بس بعد على تفريزات رمضان. انتظروني بالفيديو الجاي، راح أسوي لكم تفريزات يعني كلش تخبل واقتصادية. أهم شي عندي هاي العلبة ما غسلتها وعقمتها بخل، وراح أبدي أرتب الفلفل بهاي الطريقة بحيث تبقى القمع مالته يعني لي فوق حتى ما توقع الحشوة من عنده. راح أرتب الكل بهاي الطريقة. بعد ما رتبناهم وكملناهم، هسه راح نبدي نسوي المحلول. عندي 4 أكواب مي، نفس الشي مغلي ومبرد حتى نحافظ على الطرشي مالتنا ما يعفن. كل 4 أكواب مي راح أخلي كوب خل أبيض. وهسه راح نبدي نخلي المطيبات أو البهارات مالتنا. ملعقة ملح، وملعقة عنبة، طبعا هاي كلها ملعقة كبيرة وملعقة كبيرة، وملعقة كبيرة كمون، وملعقة كبيرة بهارات طرشي. وتقدرون تستخدمون كركم حتى يصير لونها أصفر وحلو. إذا ما عندكم بهارات طرشي تقدرون تسوون هاي الخلطة وتضيفون وياها كركم، بس أنا متوفرة عندي ضفتها رأسا. تحركون الخليط وتضيفوه، وهاي هي خلاص عندنا النوع الثاني من الطرشي. نضيف عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وخلاص كملت الكل. كل الكمية بهالطريقة، وضفت عليه 3 ملاعق زيت الزيتون. هنا شغلة اختيارية بس تنطي طعم كلش طيب. هاي تتبيلة الزلاطة، هي رخيصة تقريبا سعرها ربع دينار. راح أخليها على الوجه وأخلي نايلون وأسدها، وخلاص عندنا الطرش الثاني. نفس الشي تقدرون تاكلوه خلال يومين. صدقوني كلش طيب، لا بي مرورة ولا بي أي شي.
طعمه يخبل. وهاي كانت فيديوهاتنا لليوم، إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم سواء رمضان أو للأيام العادية، وانتظروني فيديوهات جديدة أنزلها لكم، وأشوفكم بخير، وباي باي.